في الوعي الديني الشائع، يقدم التاريخ الإسلامي وكأنه لوحة مثالية بلا شقوق. كل من اقترب من النبي كان مؤمنا، وكل من عرفه آمن به فورا، وكل من ارتبط به برابطة دم أو رضاعة كان تلقائيا في صفه. لكن التاريخ لا يسير بهذه البساطة. في هذه الحلقة نفتح ملفا حساسا، ملف الشيماء بنت الحارث السعدية، أخت النبي محمد من الرضاعة، التي تذكر كتب السيرة أنها كانت ضمن سبايا هوازن بعد غزوة حنين. ثم أطلق النبي سراحها، فاختارت العودة إلى قومها. في كل مرة نحاول فيها الاقتراب من التاريخ الإسلامي، يطلب منا شرط غير مكتوب: اقرأ، افهم، لكن لا تقلق الصورة، لكن لا تلمس ما قد يهتز. لكن ماذا لو كانت الهزة هي الحقيقة؟ قصة الشيماء بنت الحارث، أخت النبي محمد من الرضاعة، ليست قصة هامشية كما يراد لها أن تكون، بل مرآة حادة تعكس ما لا نحب أن نراه: الإنسان قبل الأسطورة، والتردد قبل اليقين، والاختيار قبل الاصطفاف. الشيماء لم تكن غريبة عن محمد. حملته صغيرا، لعبت معه، عرفته طفلا قبل أن يكون نبيا. ثم افترقا. مرت السنوات، جاء الوحي، قامت الدعوة، وانقسم الناس. وهنا يبدأ الصمت الثقيل. حين خرجت هوازن وثقيف لقتال المسلمين في حنين، لم تخرج الشيماء من كهف معزول عن العالم، بل خرجت مع قومها، مع صف يعلم أنه سيواجه محمد بن عبد الله. محمد الذي تعرفه، محمد الذي كان يوما طفلا في حجرها. لم تذكر في كتب السيرة كمحاربة، نعم، لكنها كانت هناك، في الصف المقابل، في المعسكر الآخر، في الجهة التي قررت أن تقف أمام الدعوة لا معها. كيف يحدث هذا؟ كيف يمكن لأخت النبي من الرضاعة أن تكون ضمن قوم خرجوا لقتاله؟ هل كانت تجهل من هو؟ أم كانت تعرف ولم تقتنع؟ وهل المعرفة تلزم الإنسان بالإيمان؟ وهل القرب من النبوة يلغي حرية الرفض؟ ثم جاءت الهزيمة، وجاء الأسر، وجاءت اللحظة التي لا يمكن إنكارها، حين قالت: أنا أخته من الرضاعة. وحين اختبرها النبي فعرفته بعلامات جسده في الطفولة. وحين بسط لها رداءه، لا كقائد منتصر، بل كإنسان يعترف برابطة قديمة. وهنا، في هذه اللحظة تحديدا، ينهار الخطاب الوعظي السهل. النبي لم يقل لها: ابقي، لم يقل: كيف تجرؤين، لم يقل: ألم أكن أخاك، بل خيرها. والشيماء اختارت أن تعود إلى قومها، ليس إلى المدينة، ليس إلى صف المسلمين، ليس إلى جوار أخيها من الرضاعة الذي صار نبيا منتصرا، بل إلى القبيلة، إلى الجذور، إلى الناس الذين خرجوا للحرب وخسروا. الشيماء لم تتبع النبي، ليس لأنها لم تعرف، بل لأنها عرفته ولم تقتنع. ولم تترك قبيلتها، ليس لأنها جاهلة أو خائفة، بل لأنها رأت أن ما يحدث لا يشبه ما تريد أن تنتمي إليه. هي لم ترى في محمد الطفل الذي ربته فقط، بل رأت محمد القائد الذي خرج بالسيف، وحارب، وانتصر، وفرض واقعا جديدا. وربما لم تستطع أن تفصل بين الدعوة والقتال، ولا بين الإيمان والقوة، ولا بين الرسالة والسلطة. الشيماء لم تكن ملزمة أن تؤمن لمجرد أن محمدا صار نبيا، ولم تكن مجبرة أن ترى الإسلام كما رآه أتباعه.
من حقها أن تشك، ومن حقها ألا تطمئن، ومن حقها أن تقول في داخلها: هذا الطريق لا يشبهني. قد تكون رأت في الإسلام دينا يفرض بالواقع، لا اختيارا نابعا من القلب. قد تكون رأت ظلما وقع باسم الغلبة، أو عنفا صاحب الانتشار، أو سلطة لبست ثوب الدين. وقد تكون ببساطة لم تقتنع، دون فلسفة ولا عداء. اختارت قبيلتها لأنها عالمها، لأنها حياتها، لأنها المكان الذي تفهمه. اختارت أن تعود رغم أن النبي أكرمها وخيرها، لأن الإيمان لا يشترى ولا يفرض بالمكانة. وليس كل من اقترب من النبوة اقتنع. وليس كل إنسان مستعد أن يغير حياته لأن التاريخ تحرك في اتجاه معين. المسكوت عنه في قصة الشيماء أن التردد كان موجودا، والشك كان موجودا، والاختيار الحر كان موجودا، لكننا أخفيناه، لأننا لا نحب القصص التي لا تنتهي بإيمان فوري. الشيماء لم تكن قديسة، ولم تكن خائنة. كانت إنسانة، وهذا هو أكثر ما يربك الرواية الرسمية. هل كان الولاء القبلي أقوى من الإيمان؟ أم أن الحقيقة ليست دائما كافية لتغيير المصير؟ وهل كل من يرى الحق يجبر على اعتناقه؟ وهل كان محمد يريد أتباعا أم أحرارا؟ الغريب ليس اختيار الشيماء. الغريب هو خوفنا من هذا الاختيار. لماذا نرتبك حين نسمع أن القرب من النبي لم يمنع التردد؟ لماذا نحب روايات الإيمان الفوري ونكره قصص الانتظار؟ هل لأننا نريد تاريخا مطمئنا، أم لأننا نخشى أن نرى أنفسنا في هذا التردد؟ التاريخ لم يقل إنها أسلمت فورا، وبعضه قال إنها أسلمت لاحقا، وبعضه سكى. والسكوت هنا ليس نقصا، لأن التاريخ الحقيقي لا يغلق القصص بوعظ جاهز، ولا يختم كل شخصية بنهاية مثالية. وهنا السؤال الأخطر: هل مشكلتنا مع الشيماء، أم مع فكرة أن الإيمان خيار لا يفرض حتى من النبي نفسه؟ هل نعلم الدين بوصفه حقيقة، أم بوصفه امتحان حرية؟ لماذا نخاف من الاعتراف بأن بعض الناس عرفوا ولم يؤمنوا؟ وهل يهدد هذا الإيمان، أم يثبت أنه لم يكن قصرا؟ الدعوة لم تكن مغناطيسا يسحب القلوب بلا مقاومة، وإن القرب من الحق لا يلغي الصراع الداخلي، وإن النبي لم يكن صانع أتباع، بل شاهدا على اختيارات البشر. ربما كانت الشيماء أصدق مما نتصور. لم تتظاهر، لم تسلم نفاقا، لم تركب موجة المنتصر. اختارت ما يشبهها في تلك اللحظة. والسؤال الذي يبقى معلقا بلا إجابة مريحة: لو كنا مكانها، هل كنا سنختار غير ذلك؟